بالنسبه ليك ممكن انا دابا دايره الضحك في راسي، ويمكن حتى هذا الفيديو اكثر حاجه كرينج شفتوه اليوم. عامله شوها فضيحه، كون غطفيت هاد الكاميرا ومشيت ننعس. نقول لك انا ملي فهمت واحد الحقيقه حليت هاد القناه. اول فيديوهاتي كانوا اكثر حاجه تكرينجيت فيها في حياتي، ودابا فاش كنتفكرهم كنبغي نموت من الاحراج. انا من ديما كنبغي نشارك افكار، كنبغي نهضر، كنبغي نبان، وما كيهمش نهائيا قداش هضرتي ممكن تكون صحيحه ولا خاطئه، ما حد كان امن بيها. ولكن المخاوف ديالي كانت مبلوكياني، ماشي غير في صناعه المحتوى ولكن في كل شيء. كنت كنقول كيفاش غنبان، كيفاش غيشوفوني. المساله ما كيهمكش بالضبط راي الناس اللي بعاد عليك، ما كيعرفوكش بشكل شخصي، ولكن كيهمك راي الناس اللي كيعرفوك وقراب ليك وكتصاطح معاهم طول الوقت وكيعرفوا حياتك مزيان. كنخافوا من الراي ديالهم واحكامهم. عاد بالك واقف فوق واحد الخشبه المسرح، كتحس انه الضوء مسلط عليك غا نتايا، في كل ظهور ليك، في كل حركه، في كل كلمه كتخرج من فمك. عاد بالك انت هو محور الاهتمام ديال الناس، كتسكانيك وكتدقق في كل حركاتك. اشنو غيقولوا عليك الناس؟ وهم كبير مستعمرك، مبلوكيك من الفرص والبوتنشل والتجارب والامكانيات والانجازات اللي انت قادر تحققها. ولكن واش عرفتي ان هذا واحد الوهم اللي متبادل بين الاغلبيه ديال الناس، لانه كل واحد واقف فوق الخشبه ديالو وعد بالو الضوء مسلط غا عليه، وكل واحد مشغول غا بالاخطاء ديالو وشنو كيفكر فيه الناس وشنو كيقولوا عليه وكيفاش غيبان ليهم. يعني ببساطه الحريه اللي كنقلبوا عليها عمرنا كامل راه مخبيه في فكره وحده. الناس ما عندهمش الوقت والجهد يحديوك بالقدر اللي انت كتخيل، يعني ما مركزاش علينا لهاد الدرجه. وفاش كتفهم هادشي كتولي تحرر من المخاوف ديالك، كتولي تعبر على راسك اكثر، تهضر اكثر، تبدا داك المشروع اللي كنتي مأجلو. ببساطة الأفكار ديالك والحقيقة ديالك كتولي تخرج للواقع. تخيل لو أنك فقط استوعبتي أن الناس مشغولين براسهم، يعني الأخطاء ديالك ما كيناش، ما مستعمراش دماغهم، الخوف والتوتر ديالك ما بينش ليهم كيف كيحساب لك، والأحكام ديالهم حدها ثواني مؤقتة. شنو غادي يوقع؟ أنا متأكدة غادي تعبر كتر، تهدر كتر، تغامر كتر، وحتى تعيش كتر. كتخاف تكون كرينج، ولكن الكرينج صاحبتي هو مرحلة أساسية في النجاح. أي شخص عظيم دار شي حاجة عظيمة للبشرية تعرض للسخرية في الأول. كل الناس الناجحين والمشاهير وغال انفلونسرز عندهم صور وفيديوهات قديمة كيحشموا يشوفوهم دابا. والحاجة الزوينة في هادشي أنه الناس ما كيشوفوش وما كيعطيوش قيمة لهادشي، ولكن كيشوفوا النتيجة ديال هادشي من بعد. ما كيشوفوش نهائيا المرحلة اللي كنتي فيها كرينج وكنتي كتجرب وكتغلط. يعني الا كنتي كتحس بالإحراج في البداية ديالك، راك في الغالب غادي في الطريق الصحيح. اللي فهمت أنه الجميع بطل القصة ديالو في واحد الوهم خطير. كل واحد كيشوف العالم من عينيه هو، ومن هنا كيحسب لك انه الناس عاطينك نفس القدر ديال الاهتمام اللي انت عاطيه لراسك. وكنبالغوا وكنزيدوا فيه بشكل كبير في تقدير شحال الناس مركزين فينا. اوكي، ولكن شحال الناس مركزين فينا بصح نيت. من منظور علم الاجتماع كل شخص راه بطل القصه ديالو، ودماغه كله مشغول براسو لدرجه انه كيحسب ليه حتى دماغ الاخرين مشغول بيه. حنا كنبقاو مركزين في اخطائنا، مواقفنا، انجازاتنا، لباسنا، ملامحنا، شكلنا، وماشي في اخطاء ومواقف وملامح الناس. وغنعطيك هادشي بالتدقيق. مثلا في المواقف المحرجه الصغيره اليوميه في الغالب كينساوها الناس في ديك اللحظه، واللي كاع طولات في الدماغ ديال شي حد راه حد هذاك النهار. ولكن ماذا على المواقف الكبيره اللي فيها احراج كبير، فضيحه، شوهه؟ هذه كتبقى في البال لايام، ولكن حدها ما كتفوتش اسبوع بالكامل. كلنا شفنا الشوهات والفضايح اللي كيدوزوا في السوشيال ميديا حتى 72 ساعه، حرفيا 3 ايام كيطلعوك في العمريه الا طولتي حدك اسبوع. وبصح نيت هاد التوقيت شي حاجه حقيقيه. بزاف المؤثرين دابا كيقولوا لك الا وقعت لك شي فضيحه ولا شي شوهه ولا شي احراج، خاصك تسكت وتغبر على السوشيال ميديا لمده 72 ساعه، والناس غينساوك. يعني داكشي غير مساله وقت. الموضوع راه بهذه البساطه، ولكن انت داكشي اللي كيوقع عليك ما كتنساش، والتاثير ديالو كيبقى على شحال. وعد بالك الناس متاثرين به بنفس الدرجه ديالك، ولكن كاين واحد الفرق. انت عشتي هادشي في الداخل ديالك بكل ما فيك، في حين ان الناس ما عاشوش بنفس الطريقه، ما كيقيسوهمش بشكل شخصي. هذا الفرق اللي كيخلي الإحراج كيبان أكثر مما هو عليه. في دراسات كثيرة لقاو أن الناس كيبالغوا في مدى ملاحظة الناس للمظهر ديالهم، قداش كتلاحظ الناس أخطائهم وفي التغييرات الصغيرة في سلوكياتهم. زوين في هذا الشيء ومثير أنه الناس واخا كيلاحظوك وحاضيينك في كل حركاتك، ما عاطينوش نفس الاهتمام اللي انت عاطيه ليه.
حيت ببساطة حتى هما عندهم أخطائهم اللي معمرين بها دماغهم. يعني الناس مشغولين كتر بكيفاش كيبانوا هما، والناس ما كيشوفوش شنو واقع في الداخل ديالك. مرات كتحس أن الخوف ديالك باين، التوتر ديالك باين، وكل مشاعرك باينة بحال الا راك عريان وسطهم. ولكن في تجارب كثيرة بينات أن حنا كنزيدوا فيه. الناس ما عندهمش وصول للعالم الداخلي ديالك، يعني بلا ما تضيع طاقتك في هذا الشيء. والإنسان اللي ذكي كيفهم أنه الموضوع كله مبني على واحد الخوف متبادل. انا خايفه تشوف الحاجات الخايبين فيا، وانت خايف نشوف الحاجات الخايبه فيك، وانا مشغوله بالحاجات الخايبين فيا وانت مشغول بالحاجات الخايبين فيك. يعني لانها علميا الدماغ البشري ما مصممش باش يخزن التفاصيل الحياه الاخرين، حيتاش النسيان متى كيبدا بسرعه كبيره من بعد اي معلومه جديده. يعني الموقف المحرج اللي باقي كيعذبك عامين هادي، الناس راه غالبا نساوه بعد نهار ولا يومين كاع ماكسيموم. ولكن شنو اللي خلى دماغنا يتفاعل بهالطريقه الوهميه؟ التاريخ. لانه الا جينا للتاريخ راه بصح نيت الناس كانوا كيراقبوا بعضياتهم اكثر من القياس. يعني ببساطه الخوف عنده واحد الجذور اللي قديمه، ولا رفداتك القبيله راه ما غاديش تلقى لا حمايه ولا غذاء. ومن هنا تطور عندنا واحد النظام حساس تجاه الاراء الاخرين. المشكل انه دماغنا باقي خدام بنفس البرمجه القديمه. يعني حرفيا حنا واقفين على شي ابديت جديد، ما كرهناش الاب ستور يدير معنا شي حل. لذا كنتعاملوا مع الرفض بشكل حساس جدا. عاوتاني عد بالك الناس كاملين كيشوفوا العالم بنفس الطريقه ديالك. الا جاك انتقاد من شخص واحد فقط كيجي في بالك ان الناس كامل كيشوفوك بنفس الطريقه. داكشي علاش كتلقى راي واحد ممكن يهز الثقه ديالك في راسك. الحقيقة الناس ماشي حاضينك، ولكن كيقارنوا راسهم بيك. خاصك تفهم ان حنا كبشر كنضيعوا وقت كبير وجهد كبير في المقارنة الاجتماعية. بنادم ماشي غاجة وكاين شر الاحكام وكيحكم عليك من فراغ، ولكن كيقارن الحياة ديالو بالحياة ديالك. كيبغي يشوف واش هو حسن ولا قل ولا نتوما متشابهين. يعني كل واحد فينا مشغول بالمكانة ديالو كتر ما هو مشغول بالحياة الاخرين. انا غادا بواحد المنطق ديال ممكن انا ما غاديش نقدر نمنع الناس انها تحضيني وتحكم عليا، ولكن كنآمن انه واخا ندير اللي درت غادي يكون شي حد معجب، شي حد ينتقدني، شي حد ما مسوق، وهادشي عمره ما غادي يتبدل. ولكن واش غادي نضيع حياتي كامله وانا كنحاول نكونطرولي الافكار ديال الناس عليا، ولا نعيش كيف ما بغيت؟ لان في النهايه الناس غادي يرجعوا لحياتهم، وانا غيبقاو ليا جوج خيارات: الحياه اللي اختاريت نعيشها ولا الحياه اللي خفت نعيشها. حيت كاين الناس اللي ساكنين فيك هنا، وكاين الناس الحقيقيين، ناس كتقيسهم اللي ساكنين هنا. اون فوا كتحيدهم لا شيء يهم، صافي. هادو اللي ساكنين هنا هما اللي خايبين. اون فوا تحيد هاد الناس اللي ساكنين لك هنا، اش غايقول فلان؟ غايقول هذا انت حاطه لهم واحد البلاصه هنايا، عطاهم واحد لو سياج، واحد لو ترون. اون فوا يتحيدوا لا شيء يهم. هذا كل شيء. شكرا على المشاهده. بليز دير لايك سبسكرايب، شارك معايا رايك، كيهمني جدا نسمع رايك، كيهمني جدا تشارك معايا مواضيع تبغي تشوفها في هذه القناه. شكرا على المشاهده. باي.